أيها الأخوة، نعلم أن الانشقاقات تتوالى بشكل يومي في سوريا، حيث بدأت النظام ينهار بشكل رسمي. بدأ يفقد أعصابه، مما جعل ذلك الاندفاع إلى القصف العديد من المدن. بدأ النظام يدفع بقواته المسلحة والحرس الجمهوري بسبب كثرة الانشقاقات في صفوف الجيش السوري وانضمامه إلى الجيش السوري الحر. كما أننا نصرح بأن الجيش الحر أنه هو النواة الحقيقية لتشكيل جيش حقيقي يدافع عن دولة حرة ديمقراطية. ينضم إلينا الآن من أحد العساكر المنشقين يعلن انشقاقه بشكل رسمي على شاشتنا قناة الجيش الحر، فادي عبد الكريم عرب. السلام عليكم أخ فادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أخي الكريم، ردا على المجازر التي تقوم بها عصابات الطاغية الأسدية المجرمة بحق شعبنا الذي يذبح كل يوم بطائرات الميج والبراميل المتفجرة العنقودية والجاسومية، والعالم يتفرج ولا يحرك ساكنا. لذلك أنا العسكري المجند فادي عرب أعلن انشقاقي عن هذا النظام والتحاقي بكتائب الجيش السوري الحر، وأنا من مرتبات الفوج 41 والكتيبة 82 قوات خاصة، وهذه هويتي. وما النصر إلا من عند الله، والله ولي التوفيق. الله أكبر. أخي الكريم، أني انشقيت من حمص، من خالدية، من شارع وادي السايح. نعم. ما هي فترة الانشقاق أخي الكريم؟ هل هي جديد الانشقاق أم من فترة طويلة وهنالك ظروف لم تسمح لك بالخروج على شاشة التلفاز للانشقاق علنا؟ لا والله يا أخي، أني منشق من أكثر من سنة، ولكنني لم أستطيع الظهور لأسباب عائلية، لأنهم أهلي كانوا في المدينة ومحاصرين، وكانوا يدعون أنني ميت ولا يعرفون عني شيئا. وبعد أن طلعت من المدينة أردت شقاقي الحمد لله. ولله نعم. الحمد لله. أيضا أخي فادي، أريد منك يعني أوجه لك سؤالا. أنتم كعساكر عندما كنتم تدخلون إلى المدن واجتياحها وحصارها، ماذا كنتم تفعلون في تلك الأيام؟ أخي الكريم، هناك عدة من العساكر الذي النظام والضباط، يعني الضباط معنا يعطوهم تصريح بأفعال شو ما كان، باغتصاب أخي، أو بإحراق المنازل، أو انتهاك حرمة المنزل، لأي شيء أخي، ولا أحد يقول لهم شيئا. نعم. أخي أنا كنت في حمص. نعم. وفي أيامي في حمص في الخالدية كان الجيش الحر الله أكبر، كان من قوي جدا، ولا زال الحمد لله أقوى بكثير. لكن الآن أنا لست في حمص. لا أعرف شيئا عن حمص إلا عبر التلفاز، لأنهم أصدقائي الذي كانوا معي الحمد لله استشهدوا، بعض منهم الكثير منهم لا زالوا الآن يجاهدون، ولكنني لا أستطيع التواصل معهم لعدم وجود الشبكة للاتصال. نعم. ولكن أخي الكريم، في أيامي كان أقوى حاجز للجيش الطاغية الأسدي، ومهما كانت تقدر قوته كان لا يطول أكثر من أسبوع. على أيامي كان حاجزنا 250 عسكري، 4 ضباط و30 رقيب، وكان معنا أسلحة ثقيلة وهاون، ولكننا لم نستطيع الصمود أكثر من 8 أيام. وأتى الجيش الحمد لله وأخرجنا، وأنا في ذلك الحين انشقيت الحمد لله ودخلت إلى الخالدية الحمد لله.
الحمد لله الذي صبرنا، الحمد لله يا رب، الحمد لله رب العالمين. والذي أنجانا الحمد لله. نعم أيضا أخي فادي، كيف كانت معاملة الأهالي مع العساكر والحواجز المتواجدة في أحياء حمص ومحاصرتها؟ كيف كانوا يعاملوكم الأهالي؟ هل هنالك بما يقولون هنالك مسلحون يتعرضون لكم؟ لا أخي لا، الحاجز في وادي السايح أخي محل ما كنت أنا. كانت الحارة جميعها من المسيحيون، الأخوة المسيحيون، ولكن كان الإسلاميون هناك موجودون أيضا، وكانوا دائما يقولون لنا إن الله مع الصابرين. نعم. أخي كانوا جميعهم يقولون الله أكبر ويرددون الله أكبر، وكانوا هناك بعض العساكر الذي تقتلهم ولا يسألون حتى في كلمة الله أكبر. نعم. أخي وكانوا من أكثر كرما وأكثر أخلاقا منا بكثير. كانوا أحيانا يذبحون ويقتلون ويقولون لنا يا أخوتنا أنتم أخوتنا في الدين وأخوتنا في الدم، انضموا إلينا ونحن سوف لم نأذيكم. نعم. الحمد لله رب العالمين. كيف كانت أوضاعكم العسكرية أخي الكريم؟ يعني توفير المعونات الغذائية. لم يكن هناك أخي أي معونات ولا غذائية. أخي كانوا يوزعون الطعام القليل جدا ويقولون ذبلوا ضحاكم بالعامة أخي، يعني إنه خلاص ما في غيره. ولا أخي لا كنا نستطيع حتى أن نتكلم. يقولون لنا اصمتوا، يعني ما فينا نحكي إن نقول بدنا شيء ناكل. نعم. أخي حتى الزيارات كانت ممنوعة أخي، ولا شيء. التليفونات أخي إذا نتواصل مع أهالينا كانت ممنوعة أخي. نعم. وكانوا يقولون لنا أنتم الآن في الجهاد، أنتم الآن في الجهاد ضد المسلحين والإرهابيون، وها هم الذي يغتصبون. أخي في مرة من المرات أنا رأيت في عيني نعم من يحرق المنازل ومن يكسرها، وقالوا لنا بعد بضعة أيام أنهم المخربون، إنهم المخربون. نعم. هناك أحد أصدقائي قال لهم أنا رأيت بعيني أن العساكر فعلت هذا، فأخي قاموا بقتله فورا ولم يتركوه، وقالوا أن العصابات المسلحة قتلته. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. أيضا توجه رسالة للعساكر الذين كانوا زملائك، الآن أصبحت أنت منشق والآن مع النظام، توجه رسالة الآن عبر شاشة التلفاز، رسالة لهم بدعوهم إلى الانشقاق. نعم أخي. السلام عليكم أخوتي، إن الله مع الصابرين أولا. ثانيا أود أن أقول لكم انشقوا ونالوا شرف الانشقاق، فنحن والله العظيم لسنا بحاجة إلا أن نكون يد واحدة. نحن الإسلام، ولا نريد أي أحد أن يدعمنا أو أن يكون معنا من هذه الكفار، إن كانت روسيا أو الصين. فليظلوا مع بشار الأسد، نحن لا نحتاجهم، ولكن نحن كإسلام إذا لم نكن يدا واحدة فمن سوف يكون معنا؟ نحن أخوة إن شاء الله. لا يهم أخي إن كان حلبي أو حمصي أو لاداني أو حي الله أخي، نحن كلياتنا أخوة إن شاء الله بإذن الله في الإسلام. فانشقوا ونالوا شرف الانشقاق، فوالله لن يدوم هذا الطاغية، والله لن يدوم، والله لن يدوم. والله أكبر، الله أكبر على كل ظالم وعلى كل من يسفك دماء المسلمين. نعم. وإن شاء الله سوف ترفع رايات الإسلام ورايات الله أكبر في وسط سوريا إن شاء الله. بإذن الله. كثر الله من أمثالك أخي فادي عبد الكريم عرب، شكرا جزيلا لك. كنت معنا منشقا عن النظام الأسدي، لكن لم تسمح الفرصة منذ بداية الانشقاق الظهور على شاشة التلفاز. ها قد ظهرت على شاشة التلفاز وأعلنت الانشقاق بشكل رسمي. أشكرك على تواجدك عبر هذا منبر القناة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أن تحبوا شيء. مدينة الراستان 5/2/2013. يعطيك العافية يا حجي. الله يعافيك. شايف انه